حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن من نعم الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسما عظيمة للعبادة تكثر فيها الطاعات وتقال فيها العثرات وتغفر فيها السيئات وتضاعف فيها الحسنات وتتنزل فيها الرحمات وتعظم فيها الهبات. وإن من أجل هذه المواسم وأكرمها شهر رمضان المبارك، فيا له من موسم عظيمة وشهر مبارك كريمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر البركات والخيرات، شهر الصيام والقيام، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، شهر الجود والكرم، شهر الجود والكرم والبذل والعطاء والمعروف والإحسان. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر العظيم وحلول هذه الموسم الكريم، ويستحدثهم فيه على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالح من فرائض ونوافل، من الصلوات والصدقات وبذل المعروف وإحسان وصبر على طاعة الله وعمارة نهاره بالصيام ولياليه بالقيام، وشغل أوقاته المباركة بالذكر والشكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رمضان قد جاءت تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصلصل فيه الشياطين. وروى أيضا بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الصعير وتسفر فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أمسك. وروى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفلت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار،
فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باقي الخير أقبل، ويا باقي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وثبت في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بأنه شهر مبارك، فهو شهر مبارك حقا. لكل لحظة من اللحظات هذا الشهر تتصف بالبركة، بركة في الوقت، وبركة في العمل، وبركة في الجزاء والثواب. وفيه ليلة القدر المباركة التي هي خير من 1000 شهر. وإن من بركات هذا الشهر أن الحسنات فيه تضاعف، وأبواب الجنان فيه تفتح، وأبواب النيران تغلق، والشياطين ومرضة الجن تسفد، ويكثر فيه عتقاء الله من النار. عباد الله، إن من أعظم الخسران وأكبر الحرمان أن يدرك المرء هذا الشهر المبارك الكريم فلا تغفر له فيه ذنوبه، ولا تحط فيه خطاياه لكثرة إسرافه وعدم توبته وترك إقباله على الله عز وجل في هذا الشهر الكريم المبارك بالإنابة والرجوع والتضرع والخشوع والتوبة والاستغفار، فيدخل عليه هذا الشهر الكريم ويخرج وهو صادر في قي ممتاز في تقصيره، غير مقبل على ربه عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. رواه الطبراني في معجمه بإسناد صحيح، وروى الترمذي وحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخله رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. عباد الله، لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر الكريم المبارك بأنه شهر الصبر، ففي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوم شهر الصبر وصوم 3 أيام في كل شهر صوم دهر. وروى البزار وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم الشهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. فهذان الحديثان وكلاهما صحيح. وصف فيهما النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بأنه شهر صبر. والصبر عباد الله 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أرذال الله المؤلمة. وتجتمع ال3 في الصيام، فإن فيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وصبر على أرذال الله المؤلمة،
بالصبر على الجوع والعطش والشدة ونحو ذلك مما يلقاه الصائم، وهو الصبر الذي يقع من الصائم عباد الله يصاب عليه أعظم الثواب ويعطى أجره بغير حساب. قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عباد الله، إن شهر رمضان شهر ربح وغنيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه أكثر مما يجتهد في غيره، بل كان يتفرغ فيه من كثير من الأعمال ويقبل على الله جل وعلا وذكره وشكره. وكان سلف الصالح يهتمون بهذا الشهر، كانوا يهتمون بهذا الشهر غاية الاهتمام، ويتفرقون فيه لتقرب إلى الله بالأعمال الصالح والطاعات الزاكيات، وكانوا يجتهدون في قيام لياليه وعمارة أوقاته بالطاعات. قال السودي رحمه الله: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. والشهر عباد الله وتلاوة القرآن شهر التهليل والتسبيح وبر وإحسان، شهر عطف وإطعام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، ووعد من لزم بأن له صراطا جسيلا وثوابا عظيما، وتواعد من حاد بأن له عذابا أليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكفى بالله ناصرا ومعينا. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله جل وعلا جميع الوصايا وأساس السعادة، وهي وصية الله الأولين والآخرين من خلقه، حيث قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى ومهد اسكاله ولا ليال إيوانك ما تخطط وحوها أمان وهر الله يخطط هراء قيبت هراء لغة عربية. كيف نستقبل رمضان؟ سيدات رمضان كسر وين كرنا، سيدات رمضان أقابلنا محل أديار صنّي رمضان سود وين كذا يقابل تاكل محل أديار صنّي. والسؤال سويدين مدن أنت عنديش رمضان سود قال والله يوم سؤال سويدين مدن وياه. إلهي سبحانه وتعالى وقت يسوق على دورتي، مخلوقات يسوق على دورتي، مالها أيوك على دورتي، سنة أيوك على دورتي، بلا إلهي سبحانه وتعالى وكرا دورتي، بلا فضائل خاصة له إلهي سبحانه وتعالى إلى الشيء. وحاجة ولا ليال بشهر رمضان وبالله سبحانه وتعالى بلا وكدورتي، وبالخصائص هي وحده قولي أسكال ويان إلهي سبحانه وتعالى وعلى نبيه. إلهي سبحانه وتعالى بشهر رمضان سوى كور رمي وحلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم. إلهي سبحانه وتعالى وحليه قرآن توحن سودة النبي رمضان طبق آيات إلهي سبحانه وتعالى كنت المعنى علماء مركي كور رمضان قرآن كالسودة مثال في سبيل شهر رمضان. وحيليه قرآن كمركي ورا ترتيب لو سودة الشنين سيدا كتابتي صدح لي كتابة ورا كلا ترتيب لو سودة الشنين، لكن بشهر رمضان صار ما يسترب على سودة الشنين جملة بلو سودة الشنين. والله يا بشهر رمضان وبشهر الله سبحانه وتعالى وكعلى بديه ركن أفراد أركان الإسلام والصوم رمضان. بشهر رمضان والصوم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. بشهر رمضان صوم كان واجب، سيدة الصلاة واجب وتعي أي واجب يعني. وبشهر الله سبحانه وتعالى وقيامك كفر دري يستاجر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قفك استاجر قيام الليل تهجد تراويح رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه صغره طلبا في ذنب السماء. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صغره ذنب السماء ونافيا. وبشهر نوع ثواب maxaan u diyaarsanay inaan isweydiino maxaad marti markay ku imaanayso waa inaad u diyaarisaa martigelin. bisha ramadaan martigelin bay kaaga baahan tahay, waana dul istaagi doonaa qodobada muhiimka. taas waxaad su-aashaas ka jawaabay nebigu sala allahu calayhi wasalam. nebigu sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha kamid oo saxaabada soo saan la hadlay iskugu yeedhay soo dhawaado mimbarka ku soo dhawaada. markay soo dhawaada nebigu sala allahu calayhi wasalam mimbarka ayuu fuulay. darajadii koowaad markuu fuulay وحول آمين. درجة لغان ما كفورين وحول آمين. درجة ستحرنا ما كفورين آمين بوضح. من بالكوالي ذاك درجوين بوضح سبح درجة. من بالكريم لغاية يعني. نبي صلى الله عليه وسلم ولا ولدي سحاب ولا ولديين. نبي الله صدح شربة تري آمين أم حتى. نبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل بأيين. جبريل بإله اللي يؤين وحول يجري. وحول يقول يا محمد قفك صاها لنا نبدي سوالد هو يدي سيئا بني صاها لنا هو يدي أبي وأنا سببت هذا شنا كجري يا وصان نار كجرا إلهي هفو بهذا آمين بريء. يا محمد ما كلا ترى شذا لما تقولي قفك بشهر رمضان أصور كشو من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر الله بداخل وصان نار كجرا فأبعده الله فضي. فقلت آمين آمين بعد. وجبريل وحضر عليه السلام جناب محمد آمين له. قال تسدحات نبي محمد قفك أكتالا قفك يستغل فقيا من الله وصليه الله وصهر القادة ما يعاد وأنك وصلي إلهي أفضل آمين له. فقلت آمين. كان رمضان وقوصه الشيطان وقوتا بداخل نبي محمد عليه السلام يجبريل آية ماركتي هذا الويدو دي يدعو يسافر الإسلام. كفر الصوم ولا غير بشهر رمضان حالك على أنت سيسوق لي بشهر رمضان أنت سيسوق لي إلى الدعاء السنو إلى الوديار قرونه سلف وحي هايين سنة كمركة لح بلوت أي الصومان ولح بلوت كسورة رمضان وحي دعاء سنسرين إلى عمل كذا كعبه مركة لح بلوت رمضان حتى من تعين وتكون دعاء سنسرين الله سبحانه وتعالى رمضان تكارسيه سيدو الخلق الله كلام وحويان مركب بشهر رمضان صوم الشهر أي لا رطو إن تعيشته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عيشين سنة إلى أن نقول أمني إيمان نقول أمني إيمان الله عليه وسلم نقول قال فسد حاله حويان وقال كحجاب حويان إسجدت والوقت إن أقول يا رسول بشهر رمضان تسكن محل مطلقش رمضان مكان أنت هنا ولا صومته وواجب رمضان ما كان أنت القرآن كيف كمل أنا لا تيسو أما أبو رقم ما يسو شنو كانوا كدرسوا رمضان ما كان أنت الصلاة قيام يتهجدك يا قرآن أخلصك يا شكر يا تصبيح يا تعليش إلى صميسو استجوار كانوا كدرسوا هذا استجوار صميم أوقف استجوار أنا يا أطهي الدون كان خسارة بدل بكسوين الدون يا آخر استجوار للبعيد فعمل بوحة قبل يسوي لك وقت يسانت ولا ويجي ولا ما عندك يا ما إسكت وكان كنت صوتنا ولا واحد كمان صار بس اللي يسمع قالوا كحيل ولا يا حوالين إن دولتان ربيتان إلى بشهر رمضان كوغابش الله رب وحي سقى الدنيا إلى كسود ويسلم عليه قالوا كحيل وحوالين أحكام الصيام يصومك يقيام يتهجد إلى بركة الله إلى الأحكام تبرت له بعين.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا العطش والجوع. بدنا مد صوما لكن صوم كيسان كده في قاتل يهرب وياه ولنا صوم كأقول الله. رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. بدنا مد استاغن وصلاة التهجد استاغن لكن أن كفى إذا استاغ إساس إلا تامين وياه. أجر الله قريه أجر الله قريه مجرته علمي على علم وبصيرة لو بين الله الله سبحانه وتعالى يبارك فلو بين بيش رمضان خصائص تلالو حوالين الشياطين تبغى حكرية تشكي ولا حكرية وحنا مشغولين هذا الحكرية والله كمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا رمضان طنوا رمضان والاعتماد قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة الباب تشرد ولا فريا وتغلق فيه أبواب النار الباب النار تنوال حلو وتصلصل فيه شياطين تنوال تشبين والله تشبين هذه قف كلا تشبين والله بقى لقى وقعنا لقى مصر عنكرة وحق فكر مش والله تشبين شغلوا ولا توجين رمضان شهر مبارك رمضان وبالبركة سنة تفتح فيه أبواب الجنة الباب اللي تنال يا لفوري وتغلق فيه أبواب الصعير الباب اللي النار تنوال حلو وتصفد فيه شياطين تي يغنى والله حلو وينادي مناد كل ليلة وحق واقيا مثل واقيا وتدك ويايا هبيتك يا بالي يا الخير يا أخي وكخير هذه اليوم كروي ورمضان كفى إذا استوى رمضان والجوتايا قابل وحي كامش قولنا والله راح يكره ويا باقي الشر أمسك شوفوا كشك هذه اليوم كحمان هذه اليوم شوفوا وقت قاعد معه فرصة هذه ما وقت قاعد لما تشوفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان هبيت أورس رمضان برطو سفلت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار الباب النار والحين فلم يفتح منها باب هل الباب لم يغفر يا باب النار وفتحت أبواب الجنة الباب الجنة والغفر فلم يغلق منها باب هل الباب لم يحل يا باب الجنة وينادي منادي الباب الجنة قفك مركو السومني هاي انت وكوده كليه الباب خاصة كده ولا يناضيان خلاص أنا أكان الباب الجنة أنا حتى وصوم كدرتي وياه إلهي سبحانه وتعالى حديث القدس يقول الصوم لي وأنا أجزي به صومك أنا أسكله أنا قفك كأمر يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي عمتلي يعبتان يشهوتي في يدي يعني تقتل بوتي وواحد قلبي لا ويان صومك تدخل وشكلك تمام صومنا لكن أنت كشغلك وما يلقص بدريه سباش ودريه تعطى لك عفسان إلى أن يبقى في السنكرة إلى صومتها إلى أن يبقى إكل وراك توش ولله يتقام من النار بشر رمضان الله سبحانه وتعالى ضد أي النار تكفر عندنا ضد الله سبحانه وتعالى النار تكفر عندنا بشر رمضان والصلوات على الرجال والإيمان إن قفك الله يعلم إنه إيمان السيادة النساء واحتسابا أجر بروبسسو الله سبحانه وتعالى ما أجر كذا مركز الله سبحانه وتعالى قبل صلافيه مركز أي الله سبحانه وتعالى قبل صلافيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث كلام كله ردم أنف رجل من سنكس هبوله ذكرت عنده فلم يصلي عليه أتينا الوحص عن يصلي سنكس هبوله وردم أنف رجل عليه دخل عليه رمضان قف رمضان كسوت الشيء أي رمضان أي كل أفتي هل مال وكله سيان كفاية سنة سلام لو بدهم يدافعون أي رمضان تدافع سلام على الشكل سنة رمضان تدافع سيكي سأقوله ورقم أنف رجل أدرك عنده أبواه لم يسوى بسوداري ولم يقوى وين بسوداري فلم يدخله الجنة سببت هذا الجنة المسجل كأسنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الشهر ولا غير بش رمضان والصوم وبش صلك وبش صدق 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 وقال سنة الصبر على طاعة الله ضاع يعمل كصلاة إلهي درتو سنة والصبر عن محارم الله وحي إلهي كان يراك الصبر بشراره
وصبر على أقدار الله المؤلمة قدرك الله يوحي الله سبحانه وتعالى جانكو ينوم الصبر صبر صدق أنواع الصبر وغير سنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كنت صح حسابك ذاتك الصبر أجرك إله بكرمه سيدا الصوم كأمر قفك الصبر إله أجرك سكرانيا أيا قفك الصبر إله أجرك سكرانيا واحد كستا تصبر فإله أجرك سكرانيا إحسانك سويش لكن عماشك على محل يريد الحسنة حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا يكتب يا عماشك هذا الحسنة سويسو أقول الله أنت تمشي على أقول الله لكن صنك صبرك أجر ولا ما كرمه ولا لا يبيشن وحوي يبيش إلا فإليسن لها بيشن صوص عطا ما أنت الشعبان الجبل كل شيء ترى رمضان إلى صوت بلا يصوم وشهر غريمة وبيش فائدة وبيش دلالك وبيش ذاتك أي وقت يوم واحد من أشهر العين ضاعتك يكفائديش بشخص أو أشهر العين وحلو بين أن تقابل الله التوبة مركب كواد أنت رمضان سوق إلهي أن توبة كم سير خطبتي وأنا كسر الشيمية وحي تزكية النفس إن النفس بسيطة هيش خطبتي وأنا كسر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفس علينا بسيطة هيش إن التوبة كم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعل بالآن ما تجف كان عيا خلق كان عيا توبة كم وحلو بين إن الفرح يفرح عن أن تقابل بشهر رمضان إلى نسكو مشغول إنه ضاعت يا الله كعبس قالوا بها بشهر رمضان إلهي سبحانه وتعالى كسي عبسنا له بها ولا وحلو بها إلهي سبحانه وتعالى شوف يحس كيسا إنه إلهي سبحانه وتعالى سوق قال في بشهر رمضان إلى تكون هذه سالوا بها تطلب وصلت إلى كل شيء ما تتعاطى فيه وحلو بها إلهي سبحانه وتعالى أن تكون هذه إن الله سبحانه وتعالى كما هنسأله بها ولا ضيع وحاكمنا سوف يكسر أولنا وحكس الله سبحانه وتعالى كحرام يلبنا الكفرات كل ما حرمه الله يجتنب وحرم بنت حنت عيلة أفلقادة هذا الكفر يدخل في دردرين تنكولا يا حارات إلى الكفرات الكفر وحكس طوحون من الكفرات حتى صومنتها بنت وكا حرام كل يوم ترى الشراب يغيرك عمر بنت وحرام كان أفلقادة وحكس حرام كان لأن علماء الحين الإمساك عن المفطرات إلى كسرت وحياة وحافرية من طلوع الفجر إلى غروبها قرح المكة إلى صبحي إلى غروبها العتان الإمساك عن المفطرات والبلي ما عن تجل الشراب يا غيرنا والبلي النبي صلى الله عليه وسلم تذكر من ترى الشراب كسرني أو واحدة كسرني يشاور وكلية كسرني وحولي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه قفك من لم يدع قول الزور قفك هذا الكحم أفلقادة عيدا والعمل به يقولوا كعمل فوا أفلقادة يا حنت يا بنت أن كتبي فليس لله حاجة إلى أيضا كملها أن يدع طعامه وشرابه إنه اسكرت الشراب في سير راشيكس تنظر إليها كمال لكن إن صوب مشتر الله مع دولة بعيدة سنهرب صلى رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش طالما من صوما أن صوم كيس كهلي الراد يكاتمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل قيامنا وصيامنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وترى رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأقم الصلاة إن الصلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله